في ناس كتيرة جدًا دايمًا بتسألني الفرق بين SIPS وAPEX وCPSCP، وليه ما نبدأش بالSIPS وليه بدأنا بAPEX وإمتى نبتدي بCPSCP اللخبطة اللي بتحصل دي. دي الحقيقة مقارنة سريعة جدًا، جدًا بين ال3 شهادات لحضراتكم عشان تكونوا ملمين بيها. الأول الشهادات الinternational في الsupply chain وفي الprocurement والأكثر شيوعًا وانتشارًا هم ال3 معاهد دول SIPS وAPEX وCPSCP 2 منهم في أمريكا. CPSCP معهد كبير جدًا موجود في أمريكا The Council of Procurement and Supply Chain Professionals، حاجة يعني معروفة جدًا، جدًا، حاجة well defined، حاجة شهاداتها بتبقى قوية جدًا ومُعترف بيها في كل حتة. كذلك APEX الاتنين دول أمريكان، SIPS UK على طول شغال الorigin بتاعها UK. طبعًا كلّهم international by the way، بس أنا باكلمكم على الorigin بتاع الشهادات ديّة. من ضمن كمان الفروق اللي لازم حضرتك تكون عارفها كويس أوي، إن الوقت نفسه اللي بتاخدها، خلّينا نتكلم بالترتيب كده. الCPSCB ما بتاخدش منك وقت، مش كتير، يعني عشان حضرتك تبقى certified CPSCP حوالي 3 شهور مثلًا. SIPS حوالي سنتين، حوالي سنتين. APEX حوالي مثلًا بتتكلم على 6 شهور ل9 شهور. فأسرع شهادة دولية في التوريدات ممكن تاخدها من معهد قوي جدًا، جدًا، جدًا ومُعترف بيه هو CPSCB certificate. الحقيقة APEX بتغطي الsupply chain وlogistics فقط، فقط. إنما الSIPS بيغطي التوريدات برضه فقط. اللي مُلِم بالاتنين CPSCB. هتلاقيها بتدّيك كل الsupply chain specialization، يعني حتى بتدّي كمان في التوريدات هنا CBE، دي توريدات صرف كgeneral knowledge. منها كمان في 3 شهادات تانيين very specialized هنتكلم عنها دلوقتي كلها CPSCB. الcontract لوحده له شهادة، الnegotiation لوحدها لها شهادة، plus الCBE لها شهادة خاصة جدًا اللي هي الgeneral بتاع التوريدات. كل دول CPSCB. يبقى اتكلمنا دلوقتي عن الفروق ما بين الSIPS والAPEX والCPSCB في الorigin، قلنا UK SIPS والباقي USA. قلنا في الcoverage إن APEX وSIPS بيتكلموا على الsupply chain، وAPEX فيها طبعًا جزء صغير توريدات والSIPS كمان، ولكن المختصة بكل حاجة في الsupply chain هي CPSCB. SIPS توريدات بس، SIPS توريدات بس، procurement بس. قلنا إنها بتاخد سنتين في SIPS، حوالي 6 أو 9 شهور في APEX، حوالي 3 شهور في CPSCB. الحقيقة SIPS بيعتمد على الknowledge acquisition وهو بيتكلم معاك، إنك مُلِم بأقصى يعني كَم من المعلومات، فبتبقى مرهقة جدًا، جدًا. الحقيقة هي طبعًا مهمة ولطيفة جدًا، ولكن بالمقارنة بAPEX أو CPSCP هم بيعتمدوا أكتر عن knowledge acquisition. إنما APEX يعني في امتحان بيدرّبك، بيدّيك محاضرات عشان حضرتك بعد كده تعرف تخش الامتحان وتبقى certified APEX. وكل الcertifications دي قوية جدًا وinternational recognized. CPSCP بتعتمد على الproject base، إن حضرتك بتطبّق الكلام اللي أنت بتاخده على شركة حضرتك وعلى الproject بتاع سيادتك. فمن هنا بنقول أنا برضه بأكد على الفروق اللي إحنا بنتكلم عليها. فعشان حضرتك تبقى عارف برضه ليه CPSCP حضرتك بتشتغل بيه دلوقتي وإمتى تاخد SIPS، كل دول موجودين الحقيقة مع Task يمكن المكان الوحيد اللي مجمّع ما شاء الله كل الcertificates الinternational في الsupply chain and procurement. قُلنا إن ممكن تبدأ على طول CPSCB، ما عندكش مشكلة، حتى اللي ما عندوش خبرة ممكن يبدأ لحد ما يفهم واحدة، واحدة. بس طبعًا بالنسبة لحضراتكم الموضوع بيبقى أسهل بكتير، لإن حضرتك already شغال وalready حضرتك بتبقى عندك معلومات كافية. إحنا بس بمجرد إن إحنا بندردش وبنتكلم في الcourse عشان نأهّل سيادتك للامتحان، وبرضه تاخد طبعًا knowledge اللي حضرتك ما تعرفهاش. إنما الSIPS وAPEX بيقول لك لازم على الأقل سنتين experience، برضه كلام صغير مش كلام كبير. أي سؤال لحد كده يا جماعة؟ أي سؤال في الفروق لحد ما نخش دلوقتي على CPSCB؟ أي سؤال لأ currently؟ تمام. لأ تمام يا دكتور. تمام. نتكلم تاني برضه على الفروق. بُصّوا موضوع برضه الexam وإزاي نحصل على الcertificate. الexam في SIPS لازم تعدّي 50%. اللي بينجحوا يعني اللي بينجحوا في الSIPS 50% الحقيقة. اللي بينجحوا في SIPS 50% من المتقدمين، يعني سنتين. وممكن تلاقي الموضوع الحقيقة يعني نسبة النجاح فيه بتبقى قليلة شوية زي ما أنت شايف حوالي 50%، ودي بتبقى حاجة يعني قليلة. ولكن نسبة النجاح في APEX حوالي 70%. في CPSCB حوالي 91%، نسبة كبيرة من الناس بتنجح في الCPSCB. ليه؟ مع إنه كورس تقيل الحقيقة عشان نكون متفقين مع بعض. عشان متقسّم إزاي نسبة النجاح.
طبعا احنا عندنا 10% اتندنس، 10% اتندنس، 40% اساينمنت بتقدموه في اخر الثمان محاضرات بتاعتنا. بتاخدوا الاساينمنت دوت بدايه من المحاضره الثالثه، هتلاقيه حاطط على ال ام اس بتاعنا. اساينمنت بسيط جدا ولطيف جدا لحضرتك عشان تطبق اللي احنا اتكلمنا فيه في الكورس. فكل ما تاخد محاضره حضرتك بتبص على الاساينمنت ريليتد لايه فيها عشان تدخل الانبوت بتاعها عشان يبقى الكورس ماشي مع بعض. فحضرتك داخلي الفاينل اكزام وانت ان شاء الله معاك 50%. فطبعا نسبه النجاح بتاعت سيادتك، طبعا النجاح على فكره 70%، يعني عشان تاخد الشهاده النجاح في كل السيرتيفيكت دي 70%، اذا كان سيبس ولا ابيكس ولا سي بي اس سي بي 70% مينيمم. ولكن فرصتك طبعا انت داخل باذن الله معاك 50% لما تعمل اصلا نظيف، وده المقترح يعني اللي انا طبعا ما عنديش شك فيه. اصلا محترم جدا بناء على اللي اتكلمنا فيه وعلى خبره سيادتك والتطبيق اللي هتعمله. فانت معاك 10% اتندنس و40% اساينمنت داخل فاينل اكزام، ومعاك 50% ونجاح من 70، فجاست انك تعدي تجيب 50% من فاينل اكزام. هتلاقي عند حضرتك طبعا الباسنج probability عاليه جدا جدا، عشان كده انا 91%. وزي ما اتفقنا الاساينمنت هنزله لحضرتك بدايه من المحاضره الثالثه على ال ام اس، اللي هو الحقيقه ليرنينج مانجمنت سيستم بتاع تاسك. الحقيقه حاجه مميزه جدا جدا، حضرتك تخش عليها تشوف الماتيريال كلها، شويه اسئله محترمه جدا لطيفه جدا قويه جدا اقوى من الامتحان اللي موجوده. الاسئله اللي على ال ام اس بعد كل تشابتر يمكن انا بقول لك اقوى من الامتحان. زي ما اتفقنا 3 شهور بالظبط ان شاء الله وتبقى سيرتيفايد باذن الله. بعد الكورس بتمتحن تقريبا بعديه بنتكلم على اسبوعين ل3. التاسك طبعا هيبعتوا لحضراتكم الامتحان ميعاده بالظبط وهتختاروا بيه بدري. وانا ببقى مأهل حضرتك تماما للامتحان اللي احنا بنقوله هنا. والاسئله اللي على ال ام اس الحقيقه تكفي تماما ان سيادتك تكون متدرب وداخل الامتحان وانت مطمن تماما. ستيبس بتاخد 3 سنين، من سنتين ل3، يعني 3 سنين تقريبا. ابيكس من 6 ل 12 شهر، وسي بي اس سي بي 3 شهور. any questions so far؟ اسمع حضراتكم لو في اي سؤال في المنطقه دي. لا تمام يا دكتور، تمام يا شيماء وانا أي... انا عايزه اسال، هما 3 شهور؟ طب مش هما هناخد 8 سيشن؟ بس مش بتحسب كده يا شيماء، خلي بالك 8 سيشنز وعندك كمان اساينمنت، وكمان الامتحان بيجي لك من بره. خليني اقول لك الامتحان اه كل دي سيرتيفيكتس انترناشونال يا شيماء. فالامتحان مش اه جاهز عند تاسك. الامتحان طبعا نبعت الماتيريال دايما عند دي معاهد دوليه يا شيماء. ايوه فالمعهد بيشوف الماتيريال وبعدين يبعت لك الامتحان، بيشوف كمان الاساينمنت باي ذا واي اللي انت بتعملها. الاساينمنت دي انا بشوفها وبدي عليها جريدنج ونبعتها كمان لسي بي اس سي بي عشان قبل ما يطلع لك السيرتيفيكت يبقى عارف بالظبط الكواليتي اللي حضرتك وصلت لها، وان حضرتك تستحق تماما. وده اللي ان شاء الله يعني انا مقتنع بيه تماما ان شاء الله انك تحصل على السيرتيفيكت. فبتاخد بالكتير حوالي 3 شهور من اول ما بنبدا لحد ما بتاخد ممكن اقل ان شاء الله، ولكن انا بقول لك على الماكسيمم. تمام. تمام. ايه ليكي اي سؤال؟ ايه. لا مش سي اي. اوكي يو ويلكم. طيب، حاجه تانية برضو مهمه جدا وخصوصا بالنسبه للشركات، وهي الاكريديتيشن. سيبس اكريديتد من منظمه اي اي سي ابيكس. ما فيش منظمه محدده مدياها اكريديتيشن. اما سي بي اس سي بي الحقيقه انها اكريديتد من 3 منظمات، وهم ايزو وكاهي واكسيا. وده اللي بيميزها جدا بالنسبه للشركات. وكمان سي بي اس سي بي بتتميز بانها لايف تايم سيرتيفيكت، على عكس السيبس يحتاج تجددها كل 3 سنين، وابيكس كل 5 سنين. ده غير ان سي بي اس سي بي بتوفر لك موك اكزامز يحاكي الامتحان الدولي، بالاضافه لري ترايلز للامتحان. كده عرفنا سيبس والابيكس والسي بي اس سي بي. طب تعالوا نتكلم شويه عن سي بي اس سي بي اللي هي المعهد بتاعنا اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي. الحقيقه سي بي اس سي بي من اقوى المعاهد الامريكيه اللي متخصصه في سبلاي تشين والبروكيورمنت. حتى البريكيورمنت كمان متفصله ومتقسمه على شهادات منفصله. يعني ايه؟ السي بي اي بتاعتنا دي جنرال بريكيورمنت. جنرال بريكيورمنت خد منها كمان شهاده منفصله على الكونتراكت اللي هي جزء من السي بي اي، وهنتكلم عن الكونتراكت طبعا كتير في محاضره كامله، يمكن محاضره وشويه كمان. وخد النيجوشيشن كمان، عمل له سيرتيفيكت لوحدها اللي هي سي ان اي، سيرتيفايد نيجوشيشن اكسبرت. فانت عشان تبقى انت عارف السي بي اي هي الجنرال سيرتيفيكت. منها السي سي سي اي اللي هي كوميرشال كونتراكت سيرتيفيكيشن، اللي هي سيرتيفايد كوميرشال كونتراكت اكسبرت. ومنها بتاخد منها كمان سيرتيفيكت تاني لو انت حابب تكمل، اللي هي بتاعه النيجوشيشن اللي بتكلم عن حضرتك، سيرتيفايد نيجوشيشن اكسبرت. غير كده كمان، غير انها متخصصه في التوريدات، وكمان مش بس السي بي اي ولكن اكثر سيرتيفيكتس كمان لها باع طويل جدا جدا في السبلاي تشين زي ما حضراتكم شايفين. في سي اس سي اي سيرتيفايد سبلاي تشين اكسبرت،
دي شهاده برضو قويه جدا في السبلاي تشين، وفي اللوجيستكس في CTLE، وفي البرودكشن اوبريشن CBOE. فبنقول عندك 6 شهادات تبع معهد CPSCP، منهم 3 للسبلاي تشين، ومنهم 3 للتوريدات. 3 للتوريدات اللي حضرتك بتاخدها دلوقتي دي اكتر واحده فيهم جنرال نوليدج. عايز تتخصص اكتر في الكونتراكت تريبل CE، عايز تتخصص اكتر في النيجوشيشن بتاخد CNE. انا حبيت بس ابدا مع حضراتكم الكلام ده مهم جدا، فبرضه حضرتك تكون عارف انت محتاج ايه عشان تعدي الشهاده، وان شاء الله تعديها بكل سلاسه باذن الله واحنا مع بعضينا. محتاج 70% زي ما اتفقنا مع بعض، 10% اتندنس، 40% اساينمنت، و50% من الفاينل، لان حضرتك ان شاء الله داخل معاك الرقم ده كله، فمش محتاج ان حضرتك تجيب ال 70%، لان حضرتك اوريدي جايب داخلي وجايب 50%، فجاست انك تجيب 50% من الفاينل اكزام ان شاء الله هتبقى باست باذن الله. وانا متوقع ان مش 50% ولا حاجه، نجيب مور ذان 89% ان شاء الله باذن الله، زي ما انا يعني بعمل كده مع الناس كلها ان شاء الله. دي كانت مقدمه عشان حضرتك تعرف الفرق ما بين الشهادات بتاعت، او ليه ايه الفرق بين الابكس والسيبس والCPSCP، لان انا بسال عنها كتير جدا.